جاءت امرأة غاضبة إلي داود عليه السلام وقالت: يا نبي الله، ربك ظالم أم عادل؟ فقال داود: ويحك يا امرأة، هو العدل الذي لا يجور. ثم قال لها: ما قصتك؟ فقالت: أنا أرملة لي 3 بنات أطعمهن من غزل يدي، فلما كان أمس شددت غزلي في خرقة حمراء وأردت أن أذهب إلى السوق لأبيعه وأطعم به أطفاله، فإذا بطائر قد انقض علي وأخذ الخرقة والغزل وذهب، وبقيت حزينة لا أملك شيء. فبينما المرأة مع داود عليه السلام إذ طرق الباب وإذا ب10 من التجار كل واحد بيده 100 دينار، فقالوا: يا نبي الله، نريد أن نتصدق بها. قال لهم داود: ما حملكم على هذا؟ فقالوا: يا نبي الله، كنا نركب البحر فهاجت علينا الريح وأشرفنا علي الغرق، فإذا بطائر قد ألقى علينا خرقة حمراء فيها غزلة، فسددنا به عيب السفينة وهانت الريح ونجونا، فنذرنا لله أن يتصدق كل واحد منا ب100 دينار، وهذا هو المال. فبكى داود عليه السلام والتفت إلي المرات قائلا: